تخيل ست بتغسل الموتى، وقبل ما تقفل فم الميت بتحط حاجة جواه. القصة بتحكي عن مروة، أمها توفت قريب، ومن يوم العزا حياتها اتقلبت. بقت تسمع بالليل صوت مية بتتسكب، والبيت يبرد فجأة، ومجرد ما تنور تشوف قدامها خشبة غسل في الصالون، وست عجوز واقفة عيونها مكحلة ووشها غضبان. العجوز كانت بتغسل جثة، وبهدوء مرعب فتحت فم الميت ودست لفافة جواه، وبعدها قفلت بقه كأنه ولا حاجة حصلت. مروة افتكرت ده كابوس، لكن لما راحوا القبر طلعوا نفس اللفافة، شعر وصورة مروة وكلام مكتوب بالأحمر. وساعتها اتكشف السر. المرسلة العجوز كانت بتدفن السحر مع الموتى علشان يفضل يأذي الأحياء. والصدمة الأخيرة، اللي طلب السحر كان أقرب حد لمروة.